عليكم السلام. كيف يا أستاذ حبيب؟ نعم. شفت لك أنا كان في لك خطبة مصورة وشفتها تتكلم عن مظلومية الزهراء لما هاجموا على بيتها سلام الله عليها. صلوات الله عليها. نعم. وقلت بأن يعني المخالفين يحاولون أن يزعزعون عقيدة الشيعة بأن يقولون هل علي كان جبان وإلى غير ذلك. نعم. فحضرتك قلت أن هناك وصية. نعم صحيح. وين هذه الوصية شيخ؟ هذه الوصية تجدونها في كتاب بحار الأنوار. نعم. طبعا الآن ما أتذكر المجلد والصفحة، وهي منقولة عن جملة من المصادر أيضا. نعم. وهي الوصية التي يرويها الإمام الكاظم عليه السلام أنه في الأيام الأخيرة أو لعله اليوم الأخير لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل استشهاده نزل جبرائيل وذكر الوصية المحتومة، وكان من جملة مقاطعها قوله يا محمد عرفه أنه تنتهك الحرمة. وأنا على ما أتذكر نقلت في إحدى المحاضرات مصدر هذه الوصية أو مصادرها أيضا، إذا ترجعون إلى محاضرة بعنوان فتك والله حجاب الله يفترض أن تجدوا فيها المصادر مذكورة بالمجلد والصفحة أيضا. طيب بحار الله ينقل عن من؟ يعني العلامة المجلسي توفي في القرن الثاني عشر. نعم. ينقل عن من؟ تعلم بأنه بحار الأنوار اسم الكتاب بحار الأنوار الجامع لدرر الأخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهو كتاب جامع عن الأصول التي ترجع إلى الأصول 400 وما أشبه التي كانت متقدمة في زمان الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. فهو يرجع ذلك إلى أصل من الأصول الآن لا أتذكره، لا أتذكر ذلك على وجه الدقة، لكني نقلته أيضا. المحاضرة إذا ترجعون إليها تجدون إن شاء الله المصادر والتخريج بشكل واضح. طيب في سؤال ثاني ممكن؟ تفضل. قلت أن عائشة كانت تحسد أهل البيت والحسد يصل إلى الكفر. هل أمير المؤمنين عليه السلام كفر عائشة؟ أمير المؤمنين كفرها في موارد كثيرة، وأنا ذكرت أيضا في مطاوي بعض الأجوبة على الموقع فعلي عليه السلام منها، ولكن لم يرتب عليها أحكام الكفر. لم يرتب عليها أحكام الكفر؟ لم يرتب عليها أحكام الكفر. لماذا لم يرتب عليها؟ لأن كفرها هو كفر المنافق، والمنافق يجري عليه في الظاهر حكم الإسلام، لكنه في الباطن يكون كافرا. أصلا هذا هو معنى المنافق، والذي يتظاهر بالإسلام لكنه يبطن الكفر. أيوة. ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله على المنافقين الذين كانوا في جواره عبد الله لم يرتب عليه أحكام الكفر من النجاسة والقتل والدم والمال وما أشبه، وإنما رتب عليه أحكام الإسلام، مع أنه كان كافرا. ومعنى قولها أنه كافر أي أنه يبطن الكفر وأنه منافق، لكن حيث أنه يتظاهر بالإسلام يجري عليه حكم في الإسلام في الدنيا، لكن في الآخرة هو من الكفار وفي جهنم وفي المصير. فكذلك الحال بالنسبة لعائشة، كانت في الدنيا متظاهرة بالإسلام ولذلك يجري عليها أحكام المصير، أما في الآخرة فإنها تكون مع الكفار وتكون في جهنم وفي المصير. طيب هل النبي صلى الله عليه وآله أبلغ عن هذا عن عائشة؟ هل بلغ أحد؟ هل حذر أحد منها؟ هل قال أنها منافقة؟ نعم هذا واضح في روايات عديدة، حتى بعضها في مصادر أهل الخلاف. في مصادر أهل الخلاف. شارب من الحديث يطلع قرن الشيطان، ولما خرج من بيتها
لم يصل إلى مسكن عائشة، لم يصل إلى قال نحو مسكن عائشة. وليكن يعني الناس ما تفهم اللي في زمان النبي. تفسير أهل الخلاف تفسير سخيف، والرواية واضحة الدلالة. حينما قال أشار نحو مسكن عائشة فإنا لا نجد شيئا لهذه الإشارة ينطبق عليها إلا مسكنها هي. طيب الناس الصحابة اللي كانوا موجودين وأهل البيت ما يقولوا لك كيف أنت يا رسول الله تخلي معك منافقة؟ اجعل نفسك في مكان هؤلاء وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يشير إلى مكان أو مكان معين ويقول ها هنا الفتنة، وها هنا يعني كلمة تدل على القرب لا تدل. لم يقل ها هنا، قال تخرج الفتنة من ها هنا. قال في إحدى الألفاظ، لاحظ ألفاظ الروايات تجد قوله 3 مرات ها هنا الفتنة. وهنالك رواية أصرح وهي أنه لما خرج من بيت عائشة كما في مسند أحمد بن حنبل راجع، حينما خرج من بيت عائشة وقال رأس الكفر من ها هنا. من ها هنا يعني شنو؟ يعني من المكان الذي أقف فيه أنا، لأن كلمة ها هنا تدل على القرب لا البعد، حتى يقال إنه يقصد نجدا أو يقصد نجد العراق أو ما أشبه من التأويلات والتمحلات السخيفة. وأما أنه المسلمين ألم يعترضوا على النبي لماذا أنت تؤوي منافقتين، فالأمر يعني السؤال ليس علميا، لأن النبي آوى المنافقين عنده وقال إن في أصحابي 12 منافقا، ولم يكن أحد أن يعترض على فعل النبي أنه لما يأوي هؤلاء المنافقين. لم كيف يأويهم؟ القرآن تحدث أيضا عن أن امرأتين لزوجين في 2 من عظام الأنبياء صلوات الله عليهم، نوح ولوط عليهم السلام، كانتا منافقتين أيضا. هل بقيتا معهما؟ لا يمكن لأحد. نعم بقيتا. كيف بقيتا؟ وما الدليل على أنهما لم تبقيا؟ الله خسف فيهم الأرض، الله خسف زوجة لوط الأرض، وزوجة نوح ذهبت بالطوفان. قبل ذلك لم تبقيا؟ كانتا معهما. شوفوا نحن نتحدث قبل نزول البلاء الإلهي. قبل نزول البلاء الإلهي هل كان نوح ولوط عالمين بصنائع وأفعال زوجتيهما الشائنة؟ نعم. الشائنة؟ نعم. كان عالمين. لما آوى النبيان هاتين المرأتين المنافقتين إلا أن نزل العذاب. نزل عليهم العذاب. هل نزل العذاب على عائشة؟ ليس لأحد بغض النظر. الله تعالى يمهل ولا يهمل. عذابها الآن في النار، هي في جهنم. ما شاء الله. كلامنا الآن ما شاء الله عليك. انت قسيم الجنة والنار صرت، ها؟ صرت امير المؤمنين انت. انا لست امير المؤمنين. ولا ايش على كيفك يعني تقول صارت بالنار؟ تتحدث بك. انما سألتني اما ان تسأل سؤالا علميا واجيبك، اما تعليقات وكذا فابحث عن غيري. انا لست في مورد ان اتساهل حتى اعلق عليك، فانا اذا سألتني اجيبك. عندك سؤال اخر؟ هذا هو السؤال. اهلا وسهلا بك. في سؤال ثاني. هرب، سكر التليفون، عرفت؟ هذا هو العلمية.